كان يا مكان أيامنا أيام زمان. نصلي على النبي. نبدأ الكلام في مش بودكاست لما وفوانيس. لما وفوانيس وعيال بتهيص 30 يوم في الخير جمعانا. لما وفوانيس وعيال هو ايه مدفع الافطار اضرب دي؟ ما تحكي لي كده. يا سيدي، سنة 1444 السلطان المملوكي خوش قدم كان جايب مدفع جديد فبيجربه، فأطلق أول طلقة منه ساعة الفطار. الناس افتكرت إن ده الفطار، إعلان عن الفطار، وفضلت العادة دي موجودة وانقطعت. وبعدين جددها تاني محمد علي سنة 1805، وبعدها برضه انقطعت كتير لحد ما جينا فترة الخديوي إسماعيل. كان عنده بنت اسمها الأميرة فاطمة. الأميرة فاطمة قررت ترجع مدفع الإفطار تاني، ومن ساعتها اتسمى باسمها مدفع الحاجة فاطمة. هتلاقيه دايما موجود في القلعة، بيتضرب فعلا على الهوا، وكنا بنذيعه في التلفزيون. وكمان في بداية رمضان كان دايما بيطلق 21 طلقة فرحة بإعلان رمضان. بس معرفش بقى دلوقتي ما بقاش فيه كده تقريبا. يعني أنا ريه نشف بقى. الشاي عصام. ما تنسوش تدعوا لهم. سلام.